باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ترى إيه هي صور الاستهانة؟ يعني أنا ممكن أكون فاكر نفسي إنسان جد وملتزم، بس ربنا يكون شايفني أنا مستهين. إيه هي صور الاستهانة؟ أول صورة من صور الاستهانة هي الاستهانة بالنداء أو بالدعوة اللي بيوجهها لي ربنا. يعني ربنا من خلال الروح القدس ومن خلال الضمير الإنساني بينادي عليا وقت طويل قوي. فاكرين المشهد اللي في سفر النشيد الأناشيد اللي المسيح واقف على الباب قاعد يتحايل على العروسة ويقول لها افتحي لي يا حبيبتي، افتحي لي يا كاملتي، ده أنا قاعد طول الليل والندى غرق راسي، افتحي لي بقى. وهي في منتهى الاستهتار تقول له لا مش قادرة أقوم، ده أنا غسلت رجليا واتدفيت في السرير. أوقات أنا بعمل كده، يعني الكسل في الرد على دعوات ربنا ونداءات ربنا ليا ده نوع من أنواع الاستهتار. ده مين ده ممكن يكون في الجيش عسكري ويكون عنده ضابط حتى رتبته ملازم ولا ملازم أول وينادي عليه وما يجريش جري يقول له تمام يا فندم. طب ربنا بقى بينادي عليا ويقول لي توب يا حبيبي وانا بأجل التوب، يقول لي طب قوم تعالى اتكلم معايا شويه يا حبيبي، وانا ما بيبقاش ليا نفسه بكسل وفي حاجات كتيره شغلاني عنه. اهي دي صوره من صور الاستهانه، ان ربنا ينادي عليا وانا اسف في الكلمه اللي هقولها، انا معبرهوش، بس انا استخدمت الكلمه دي عشان ابين قبح استهتاري قدام ربنا. نمرة 2 الاستهتار بالانذارات. يعني ربنا ممكن جدا يبعت انذارات زي العهد القديم، بعت أرميا وبعت أشعيا. طب عملوا فيهم ايه؟ موتوهم، او يعني على الاقل موتوا أشعيا وبعدين سحبوا معاهم أرميا. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، قد ايه الانسان ممكن يكون ربنا بينذره بتجربة او مرض ويفهم ان دي من ربنا ويقول له يا رب طب اديني فرصة اخيرة او فرصة تانية، وبعد ما ربنا يديله الفرصة التانية ايه اللي يحصل؟ يستهتر الانسان ده وترجع ريمة ومش عايز اكمل. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا اخد كلام ربنا بجد. ما ينفعش ربنا ينادي عليا وما اقولوش ها انا ذا. ما ينفعش ربنا يبعت لي انذار واقول له انا بمنتهى الاستهتار مش هاممني انذارك. لازم القلب يكون حساس وبيستجيب جدا لكل نداء الهي، لان كل اللي بيعمله ربنا بنعمته معانا ده من اجل خلاص نفوسنا، وانا مش عاوز اضيع الفرصة باستهتاري. صباح الخير.